بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. إن المدارس العتيقة بمغربنا العزيز منذ تأسيسها وهي تدافع عن الثوابت الدينية المغربية التي تتشكل من أعمدة أساسية، وهي إمارة المؤمنين من خلال الدعاء للرجل الهمام والعرين الأول للمدارس العتيقة والمدافع عن حياض القرآن الكريم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فلا يرفع مجلس في المدارس العتيقة إلا وختم بالدعاء له ثم لكافة المسلمين. المذهب المالكي في الفقه، التصوف السني عن طريق الإمام الجنيد في السلوك، المذهب الأشعري في العقيدة، والمدرسة العلمية العتيقة لزاوية سيدي حمد موسى تزروالت بإقليم تيزنيت هي من المدارس العلمية العتيقة بسوس، تأسست عام 910 هجرية. وقد قال شيخنا الجليل رضي الله عنه تعالى ونفعنا ببركاته في تاريخ تأسيسها: مدرسة أحمد بن موسى بركة، تأسيسها في غياذ المرتبة، ومر فيها 50 مدرسا. وشيخنا الجليل المربي العارف بالله والدال عليه العلامة الشيخ سيدي الحاج عبد الله توفيق المغافري المجاطي السوسي هو ال50. وفيها تحفيظ للقرآن الكريم والعلوم التي تتعلق به من لغة ونحو وفقه وتفسير وحديث وميراث وسيرة وأصول وبلاغة وعروض ومنطق وغيرها. وفيها ما يقرب من 70 طالبا، وطلابها يلتزمون بهذه الشروط المعلومة لديهم وينشدونها فيما بينهم، وهي هذه: هاك شروط طالب في المدرسة، ف5 هي وقيت الغطرسة، أولها الصلاة ثم الحزب والحفظ والدرس عداك الكرب، خامسها الأخلاق والآداب، فاعمل بها تفتح لك الأبواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.